اللي معاه تليفون خايف عليه يا ريت يثبت فيه قوي كده وبيتكلم فيه في الشارع، يمسكه جامد كده وبيتكلم فيه في الشارع، ما يمسكوش بطراطيف صوابعه كده ويقعد يمشي كده ويترقص في الشارع عشان خاطر اتنين راكبين موتوسيكلات هيشدوه منه ويجروا. بجد والله التليفونات دلوقتي بقت غالية جدا. اقل تليفون دلوقتي ب 10000 و15000 و20000 وارقام كده غريبة بصراحة. فما تمسكش التليفون كده بطراطيف صوابعك كده وتقعد تمشي بيه في الشارع عشان خاطر اتنين راكبين موتوسيكل هيشدوه منك ويجروا. بجد دي نصيحة مني ليك. وانت برضو راكب عربية في الميكروباص كده متبقاش يعني فاهم انت، تبقى يعني جنبك الشباك تبقى انت فاتح ازاز الشباك. عربية ميكروباص ايوه زي الفيديو ده كده. حرامية الدائري، الفيديو ده مشهور جدا على فكرة يعني ناس كتير قوي شافته. واحد مروح بيته راكب عربية ميكروباص، كان قاعد جنب الشباك فاتح ازاز الشباك وعمال يلعب في تليفونه عادي جدا ومش مدي اخواته. واحد جه شد التليفون منه، ركب مع زميله الموتوسيكل طار. ومش هو بس، ده في ناس كمان وهي بتتكلم في التليفونات في الشارع برضه بيتشد منها التليفون وبيمشوا راكبين الموتوسيكل برضه. فسرقة التليفونات دي بقت كتير قوي بجد والله، ده من زمن الزمن. بس الايام اللي احنا فيها دي زاد، الموضوع زاد اوفر. فكل واحد يخلي باله، كل واحد يخلي باله من تليفونه. التليفون انت جايبه ده انت ممكن تكون عامل اصلا جمعيه عشان تجيبه، ممكن تكون انت بص حارم نفسك عشان تجيبه. واللي ماسك بقى تليفون ايفون بقى وبتاع ويقول لك لا ده مش هيتسرق، ده فيه معرفش باركود ايه ومعرفش مش عارف ايه، لا برضه بيتسرق. فخلي بالكم من تليفوناتكم يا جماعه. يعني الفيديو ده بص كل واحد يخلي باله من تليفونه، كل واحد يخلي باله. بقت كلها كده بجد والله، الاغاني بقت كلها كده. اللي طالع من السجن واللي لسه مسجون واللي بيبيع ممنوعات واللي مش عارف ايه، هي الاغاني بقت خلاص كلها كده. الله يرحم زمان بجد والله، الله يرحم زمان. زمان لما كانوا بيقولوا جوان وسجارة جابت سيجارة ومع حباية ومعرفش ايه، في واحد جه وقال لا الاغاني دي لا ما ينفعش عشان خاطر اولادنا في البيوت. تمام. طب والاغاني دي، طيب انت يعني المهرجانات قبل كده اتلغت، قالت لا ما ينفعش مهرجانات، او كلمة مهرجانات دي ما ينفعش لا تتقال. الاغاني اللي هي الكلمات اللي هي بتتقال في الاغاني اللي هي فيها سجارة وحشيش ومش عارف ايه وجوان وجابت جوان وسجارة الكلام ده قالوا لا ما ينفعش. وكلمة مهرجان اتلغت، مفيش كلمة اسمها مهرجان في الاغاني كلها. طب والاغاني دي اسمها ايه؟ الاغاني دي اللي هي حرص ومعرفش ايه، واحد مسجون جاي من السجن، واحد اصلا لسه في السجن، وواحد كل الاغاني بقت بتتكلم على كده، واحد بلطجي، واحد معرفش ايه. الاغاني بقت كلها كده. نفهم بس، الاغاني بقت كلها كده. كل ما افتح الفيسبوك اليوتيوب التيك توك اي منصه من المنصات الاقي فيديو، الاقي اغاني شبه دي. مفيش مثلا اغاني رومانسيه، مثلا واحد بيحب واحده فبيسمع الاغاني. الاقي مثلا واحد مثلا بيسمع موسيقى هاديه، لا كل الاغاني الدب والرزع والمرمطه دي. بجد والله الاغاني بقت كلها كده. مفيش اي، هي الاغنيه بصراحه عجباني، انا بصراحه حبيت الاغنيه، بس مش كده، مش كل الاغاني تبقى كده. ايه كل الاغاني كده على اليوتيوب على التيك توك على الفيسبوك على اي منصه من المنصات؟ مفيش خالص كده. اي اغنيه حلوه لذيذه كده في اللذيذ زي بتاع زمان. الله يرحمك يا حاج محمد فؤاد، الله يرحمك، الله يرحم ايامك. وغيره يقول الله يرحم ايام معرفش مين ومين ومين. بجد لا ما ينفعش الاغاني دي تبقى كلها بالشكل ده، مع احترامي للناس كلها طبعا.